السلام عليكم حبيباتي متتبعاتي. اليوم عندنا غريبية الطبقات اللي راهي دايره حالة هاد الايام، خاصة احنا على ابواب المناسبات، النجاحات، الافراح، ربي يدومها افراح على كل مؤمن ان شاء الله. وش عندنا في الغريبية؟ كما نعرفوا مقاديرها جد سهلة، ولكن هي تجي شوية صعيبة خاصة البنات اللي مش مالفين يديروها. عندها برك خطوات كي تتبعيهم باذن الله راح تجيك سوا ما طيح ما والو. لهنا برك البنات راح ننبهكم على لي مول هادو راهم دايرين حاله في الاسواق، بالاشكال بالانواع بالالوان. هنا شوفي لاحظي هنا هذا يطلع ويهبط من هنايا، السمك تاعو ماهوش تاع الغريبيه، لازم تشري لي السمك تاعو يكون عالي باش يصلح لك الغريبيه، وانت تخيري الشكل ولا الموتيف اللي بغيتي. وش فيها هذه الغريبيه؟ عندنا كما قلنا دائما الغريبيه نقليو لها الفارينه. لهنا الفارينه الطبقه الاولى ولا الثانيه ولا واش راح ديريها، قليتها مارون يعني بني كما مالفين. وعندي الطبقه الثانيه قليتها بصح على بياض، يعني كيفاه لوحه في الفرن ونبقى نحرك فيها حتى ندير واحد الحبيبات، يعني راح يخرج منها الندى هذاك نحبس لها، بغيتها تكون بيضه. وبطبيعه الحال البنات راح تغربلوهم. عندي كاوكاو محمص جدا ريحته بالقشور تاعو. عندي لهنا كميه من البيستاش ما يخلعكمش، شري ب20 30 الف ولاغوم تاعو كذلك. وعندي السكر الرطب. لهنا واش راح نديرو البنات؟ الكيله اللي راح تكيلي بها السمن نتاعك اللي تكوني ذوبتيه، يعني الحاله وسخون، حطيه برك في بلاصه سخونه يولي ذايب زيت، وعاودي رديه في الثلاجه حتى يولي كريمي. هذيك الكيله تاع ليدام ولا المدينه نتاعك ولا السمن نتاعك، راني نقول السمن راني ما نقولش زبده، السمن نتاعك الكيله هذيك ديري بها سكر نفس الكيله ناقصه اسبوعين، وتزيدي لها في 200 في العلبه تاع الزبده، تكيلي بالعلبه تاع الزبده نتاع 500 غرام، ديري كاس تاع لاتاي زيت. انا لهنا الكميه اللي راح ندير كبيره، درت الكاس الكبير. نتمنى يكون الشرح واضح. نعاود، كيله تاع السمن نتاع 500 غرام ديريها كيله سكر ناقصه اسبوعين، وكاس تاع لاتاي تاع الزيت. هذه الكيله الصغيره العاديه اللي راح ديرها للعيد ولا للبيت. انا لهنا راح ندير كميه كبيره، على هذا درت الكاس الكبير. البنات لهنا وضعنا السمن راح نضيفوا له السكر. البنات راح تحصلوا على هذه الكريمه. الان راح ندير راح نقسمها على 3، بما ان راح نديروا 3 طبقات ولكن الاختيار. هاي ليك فرقتها على 3 قسمات باش ندير لكل وحده نكهه ولون. البنات هاي ليك العجينه. لهنا البنات باش تفهموا القاعده تاع الغريبيه، راهي ما هي الزبده ما هي الفارينه اللي تطيحها، راهو السكر. دائما كل وين نقصتي السكر، الكيله تاع السكر نقصتي منها راح تجيك مليحه. لهنا واش راح نديروا؟ راح نديروا نشوفوا باش نعرفوها راح تطيح ولا لا. نحطوا كويره في الفرن ونشوفوها الا بقات بنفس الشكل اللي حطيناها. العجينه تاعنا راهي ناجحه، الا طاحت نزيدوا لها شويه تاع الفارينه. هنا الطبقه الثانيه البنات راح نحطوا لها هذاك البيستاش ونكهه البيستاش، لاغوم تاع البيستاش باش يجي ملون، خاطر مع البيستاش وحده مش راح يعطينا اللون اللي بغيناه. البنات هاي ليك لهنا لاغوم تلوحي حتى تحصلي على لون البيستاش. البنات هنا الطبقه الاخيره اللي راح نديرها بنكهه الكاوكاو والفارينه اللي كنا قليناها بني. هاهي قلنا لحنا الكاوكاو ونضيفوا هذيك الفارينه اللي كنا لوناها، قلنا قليناها عفوا بني، تنحصل على عجينه متماسكه. البنات هاي ليك الالوان، اللي هنا اللون الاخضر ولهنا البيضاء ولهنا هذيك البني بنكهه الكاوكاو.
البنات هاي ليك حليت الطبقات تاعي. السمك ما يفوتش 5 ملم، خاطر كيما نعرفوا راح تزيد تنفخ. لهنا المول تاعي ها راني دزيت منه مليح باش يخرج يعطيني الطابع، ودرت له الفارينه. انا لهنا باغيه الطبقه الاولى تكون خضراء، يعني راح نبدا بها وانتي لك الاختيار. ها الطبقه الاولى قلنا بغيناها خضراء، نروحوا الطبقه الثانيه اللي هي بيضاء. هاهي الطبقه الاخيره اللي هي بنيه اللون. راح نجيب هاي ليك كيفاه جاو الطبقات. البنات لهنايا المول جاني كبير عاودت بدلته. هاو ليك جاب 3 الوان 3 طبقات. لهنايا تحطي نيستلي ولا اي كريمه بغيتي من الفوق، وتحطي شويه تاع البيستاش للتزيين، ثم الوراء لي كيسات ولي دون. وربيت الالوان تاعي راهي واجده. نتمنى تنال اعجابكم والسلام عليكم.